النهاردة هنتكلم في موضوع خلاف عائلي كان الأول همس كده، ودلوقتي بقى صراع علني. كله ألغاز ورسائل مبطنة كده طايرة في الهوا. بالظبط. قصة الأخين حمدي ومحمد دي شغلت ناس كتير قوي، فاحنا هنا النهاردة عشان نحلل آخر التطورات دي ونحاول نفك الشفرات دي سوا. والحقيقة اللي لافت للنظر قوي في الموضوع ده هو إزاي حركة واحدة، كلمة بسيطة، ممكن تتحول لقنبلة كده ليها 1000 تفسير فعلا. وتكشف لك قد إيه التوتر بينهم وصل لحتة خطر. خلينا نبدأ بآخر حاجة حصلت اللي هي فجرت الدنيا دي كلها، ظهور حمدي الأخير. الظهور ده بالذات ناس كتير شافته كرسالة مباشرة ومستفزة لأخو محمد، وخصوصا استخدامه لرمزية معينة، يعني حتة كلمة ليه. ناس كتير فسرتها ازاي؟ والله بصي، الحركة دي بالذات أغلب التفسيرات راحت في اتجاه إنها مش عادية أبداً. يعني مش مجرد حركة عفوية؟ لا خالص، الأغلب شافها نوع من السخرية، سخرية مقصودة وتقليد فيه تحدي كمان. تحدي بمعنى إيه؟ كأن حمدي بيقول بشكل غير مباشر كده أنا اللي مسيطر هنا، أنا المتحكم في الموقف ده كله. بس الردود على التفسير ده وكانش إيجابي خالص، صح؟ تماماً. لا، الانتقادات كانت واسعة جدا بصراحة. ناس كتير شايفة إن التصرف ده لا يليق بيه، خصوصا مع الصورة اللي بيحاول يصدرها. بالظبط. هو بيحاول يقدم نفسه كرجل أعمال بقى، وصورة جدية وناجحة وكده، فالحركة دي ناس ربطتها بأدواره الكوميدية القديمة. المقارنات دي كانت كتيرة فعلا، كتير جدا، وكأن في تناقض واضح بين الصورة اللي عايز يوصلها وبين التصرف ده. ده غير التحليلات اللي راحت لأبعد من كده كمان، ربطوها بحاجات نفسية. أيوة، النقطة دي مهمة. ناس ربطت السلوك ده بالنرجسية والرغبة في إيذاء الطرف التاني نفسياً. إيذاء مباشر؟ ممكن يكون ده الهدف، بغض النظر بقى عن رأي الجمهور إيه أو صورته هتتأثر إزاي. ده غير كمان اللي اتقال من زاوية دينية، برضو أثارت جدل. بالظبط. في ناس فسرت بعض الحركات على إنها ممكن تندرج تحت البند ده. الرد من محمد الطرف التاني جه أسرع وأغرب من أي حد كان يتوقع. أسرع بكتير. بدأ الأول كده برسالة غامضة على حساباته، وبعدين فجر مفاجأة محدش كان عامل حسابها خالص. وهنا بقى اللعبة اتغيرت خالص. فعلا. المفاجأة كانت إيه؟ إعلان محمد إنه ينشر فيديو لولادة زوجته آلاء. الإعلان ده كان صادم بكل المقاييس. ليه صادم تحديداً؟ لأنه بينسف تماماً الرواية اللي الطرف الأول حمدي كان بيروج لها بقوة، اللي هي رواية إن فقدت جنينها. بالظبط. الإعلان ده قلب الطاولة تماماً، وهنا بقى السؤال الكبير: هل كانت فعلاً حامل وولدت دلوقتي؟ ممكن تكون ولادة طبيعية في وقتها؟ أو ممكن تكون ولادة مبكرة شوية بسبب الضغوط النفسية الرهيبة اللي حصلت دي، حتى اتقال كلام عن احتمالية تسمم حمل كمسبب. وفي احتمال تاني الناس بتتكلم فيه برضه في وقت سابق، كنوع من الفخ؟ ممكن جدا، كطعم عشان يخلي حمدي يتكلم ويكشف نواياه قدام الكل. لو ده حصل يبقى تكتيك ذكي جدا، وده فعلا بيغير صورة محمد عند ناس كتير اللي كانوا بيشوفوه الطرف الأهدى أو يمكن الأضعف شوية في المواجهة دي. صح. فجأة ظهر بموقف قوي، قدر يقلب الهجوم لصالحه ويكشف خصمه اللي البعض كان بيوصف وصفه بالفرعون. وصف الفرعون ده ظهر كتير فعلا، يمكن بسبب الإصرار أو طريقة التعامل ودلوقتي الكل مستنيين الفيديو اللي محمد أعلن عنه ده. هل الفيديو ده هيكون هو الدليل القاطع، هيحسم الجدل ويقفل الكلام ده كله؟ ولا ممكن يفتح باب لجدل أكبر؟ بالظبط، أو ممكن يفتح أبواب جديدة للجدل، يكشف تفاصيل تانية محدش يعرفها. السؤال دلوقتي، الفيديو ده نهاية الخلاف ولا بداية جولة جديدة أعنف؟ في زمن السوشيال ميديا ده والروايات اللي بتتضارب دي، إزاي الواحد يعرف يوصل للحقيقة؟ صعب جداً. وإلا أي مدى النوايا اللي جوانا الكويسة أو الوحشة بتلعب دور في حياتنا وفي حياة اللي حوالينا. دي نقطة مهمة للتأمل، فعلا تستحق التفكير. لو التحليل ده عجبكم وحسيتوا إنه قدم إضافة، ياريت تدعمونا. ممكن تعملوا إعجاب للفيديو ده وتشاركوه مع أي حد مهتم بالموضوع، ده هيساعدنا كتير. والأهم من ده كله، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول، ونقدر نكمل ونقدم محتوى مفيد زي ده. شكرا جدا لمتابعتكم.